وكرة حلوة. هوب 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 هوب. لامين انت خبطت لامين. بتاع 7 لعيبه يعني. عيد تاني طيب بس انا حابب اعرف الناس احنا بس. كنا جايبين البتاع ده يا جماعه عشان نعمل عليها تاكتكس، بس هي لعبه. قلنا بقى تاكتكس ايه ده؟ ساوث جيت مدرب وبتاع، يعني واضح ان التاكتكس دي حاجه اي كلام. انا عايز اطير باكاتي. طير باكاتك يا عم. بس خلاص تمام. قفل يا عم حلقه البتاع دي. جديده من كوره كافيه. انتظروا معانا لامين يامال، نيكو ويليامز، حسام العودة، علي جلال، ومحمد الامير. يلا نبدأ. يلا بينا. يلا بينا. بص بقى خلينا نخلص. هنعمل بلنات. بنالتي. ده كله يتزيد يقول لك. لا بس اكيد مش هنشوط البنالتي مننا. اهو انا بشوط اهو. لا ارجع على خط الجون يا كابتن. ارجع خط الجون يا كابتن لو سمحت. بص رجلي ما تلمش الاول. الملعب عمال يتهز. الله انت يا ابني شايط اللعيب يا وجاي ابني تشوطني انا. دخلت الكوره ولا ما دخلتش الكوره؟ انت شايطه فيا انا. كله في فيتك جون. بس احنا نلجأ للفار. Okay, Anthony, we are checking the goal right now. Okay, so they're going to check the goal, but it might take a few minutes. Wait. Okay. طب خلاص كفايه عبس بقى، كفايه تهريج. عموما يعني خلينا نبدأ بقى كده وفرحنا ويلا. وهو لامين يامال جاب الجون. هو ده كان يمين يامال. ده لابس 7 يا عم بيكم. مشي لامين يامال. بيكم. عموما يعني ادينا خلصنا اليورو، وكان ماتش جميل ويورو جميل وشهر جميل واتبسطنا، واسبانيا كسبت الحمد لله، وكرة انجلترا السيئة كرة الحمد لله. اسبانيا الجميلة كسبت. تتفوق على قاذورات فرنسا. سألنا سؤال متين وجه في الجون. ده حقيقي وحلال الصراحة. الحمد لله. والكوبا خلصت برضو. جميل. بس ميسي رجله بسم الله ما شاء الله بقت قد كده مدملكه. عندنا قصه في موضوع ميسي ده نتكلم فيها. نفخناه ده كان في حته خناقه قد سمنتي لما كان في حته خناقه واحنا بنتفرج على الماتش. يا لهوي جابت صريخ. هنتكلم عليها. معنا ناس بتدافع عنه وناس ضده. قصه نتكلم فيها وناخد رايكم. جماهير ميسي ضد جماهير الجوت التاني، سيد معزة وسيد معزة التاني، وشويه بقى الاخبار بتاعت الانتقالات وبتاع نرغي عليها النهارده عشان في ناس وفي ناس اعتزلت كتير برضو. نتكلم عليهم. اساطير حصل وبيحصل. وهنحلي بالمحل يعني مش بنحلي قوي يعني. احنا محتاجين نلاقي انا عايز احل. ده لها اسم تاني والله بدل الكآبة. انا عايز احل. ماشي يلا حل انت. حل يا باشا. هنجيله بعدين. هنحدق بالمحلي. عموما يعني يلا بينا. جاهز. يلا يا باشا. يلا. الله. خش يا ميرو. كلام كبير ومواضيع ملوش كبيرة داعي. عم الناس عم قشطة علينا. والله اليورو كان جميل. ايه رأيكم يا جماعة في اليورو؟ قبل ما نبدأ نتكلم عن الماتش، ايه رأيكم في ان اليورو خلص؟ هنعمل ايه لحد ما الدوري يبدأ تاني، الدوري الانجليزي والدوريات التانية الشهر ده؟ بس يعني لا مش في الكورة. انا بحب الاولمبيكس عامة. ماشي. انا ممكن اقضي يوم كله بتفرج على وثب طويل والزانة. يا الزانة دي انا بحب فقرة العاب القوة الصراحة. خطيرة. بس دايما بتبقى في اخر البطولة. ده حقيقي في الاخر خالص. بس انا ما بحبش الجري. مش عارف ان ليه الناس بتتحمس على الجري. الحاجات التانية لازم. انا بحب الوثب الطويل ده، والتاني اللي هو بيعمل ابو عصا كبيرة ده. لا ده الزانة. في واحد تاني اللي هو سوبليكس لورا. اللي بينط سوبر سوبليكس. فشيخ برضو. وفي اللي هم بيعملوا زي البجعه كده ويقوم نزل في اللي بينط في الرمل. احنا مش عارفين اسمه اي حاجه فيهم بس تمام. لا انا بحب اولمبيكس. ما ممكن المهم ما نتكلمش عن سباق الدراجات بس العجل. قال لي مصر داخله من غير لعيبه. كفايه كده يا جماعه تعبنا والله. اللي كانت رايحه تمثل مصر عندها قضيه جنائيه بس هتخلصها كده تشوف تتحبس ولا لا، وبعد كده نشوف هيطلع لها فيزا اصلا تروح باريس ولا. بس لا ممكن نبقى نتفرج عليه. سباق الدراجات يلا يعني. بعدين. بس لا خلينا بجد نتكلم عن اليورو. بطولة اعتقد يعني الشهر كان شهر حلو عامة. شوفنا فرق حلوة كتير، وشوفنا فرق زبالة كتير، وشوفنا فرق كبيرة بقت زبالة. بس اسبانيا الوحيدة مفيش حاجة بقت. لا يعني ان هو مستمرين. ماشي
خدها كده. بس اسبانيا زي ما اتكلمنا في اول مره خلاص، ما اتكلمنا عن اسبانيا لحد اخر يوم انضف فريق كان بيلعب طول البطوله. غسلتنا من جوه والله. يعني رايك يا علي بقى كده اسبانيا وديلافونت والناس الحلوه دي ويمين لامين يامال ونيكو ويليامز. لا فريق فريق ما فيهوش اسامي، فريق ما فيهوش اسامي ومدرب مش كبير، بس تحس كده ان هي والله العظيم الناس جايه تلعب كوره بدل العك اللي كنا عمالين بنشوفه من الفرق اللي معاها اسامي. هنيجي طبعا الموضوع ده، بس لا هي اسبانيا بتالي احلى حاجه فيها ان هي فضلت متمسكه بشخصيتها طول البطوله. يعني حتى لما كانوا بيلعبوا لعب براجماتي او لعب واقعي، ما كانش برضو لعب واقعي قبيح، فاهم يعني؟ كانوا بيلعبوا كوره في كل فترات البطوله في كل الماتشات، حتى الماتشات اللي كانوا بيدافعوا فيها ما كانوش برضو من الدفاع الوحش قوي. لا الفريق تنبسط منه. اسامي صغيره مش كبيره، يعني اذا كان نيكو ويليامز ولا يامال ولا فابيان رويز ولا اسمه ايه اولمو. هم طبعا فيهمش غير العاق موراتا رفع الكاس من المحظوظه، حاجه بتاعت ربنا دي والله العظيم. اتكلمنا على لعيبه عظام ايوه والله العظيم، حاجه تقهر. بس يلا ابن المحظوظه رفعها. ده طلع شتم الجمهور بتاع اسبانيا اصلا، قال لك ديسريسبكت ومش عارف ايه والكلام ده. بس ده قبل ما يرفع الكاس طبعا يعني. طبعا بعد دلوقتي بقى الكاس. هيعتزل دولي اكيد وهو على قمه المجد علشان كفايه كده بجد. زيرو كونتريبيوشن، اوحش حاجه في الفريق يعني. كان بيبوظ هجمات كتير يعني، بالتالي من غيره كان اداؤه ما يبقى احسن. بس في المجمل يعني لا فريق عظيم. طب رايك يا حس كده يعني اسبانيا انت كنت متوقعها لها ان هي طول البطوله فعلا تبقى عامله كده؟ لا احنا لما اتكلمنا في اول بتاع قلنا المفضلين مرشحين للفوز بالبطولة دي كانوا انجلترا، فرنسا والمانيا. دول سبحان الله كسبوا ايطاليا، كسبوا ايطاليا صح؟ ايوه كسبوا ايطاليا، كرواتيا الاول حتى، كسبوا كرواتيا، كسبوا المانيا في ارضها، كسبوا فرنسا. هم كان ناقص بس يعدوا على البرتغال كمان يعني كسبوا كل الفرق المرشحة للبطولة، والفرق اللي كانت بادية بداية قوية، والفرق اللي كان ليها اسم، ولعبوا احلى كورة في اليورو. كسبوا كل ماتش لعبوه كسبوه، وحطوا كده تقريبا يعني 15 جون او حطوا جون كتير اكتر من اي فرقة تانية. فلا هو يعني كان الكلام قبل البطولة دي بيقول لك ان الكرة الدفاعية هي اللي بتكسب البطولات، بس اسبانيا اثبتوا لا انت ممكن تكسب البطولة زي دي بكرة مزيكا، الكرة اللي احنا بنحبها، الكرة اللي احنا بنتفرج عليها بصراحة يعني. ايوه بس هم هل اثبتوا ان دي قاعده ولا دي كده يعني عارف اللي هو اكسبشن للقاعده ان الكره الدفاعيه هي اللي بتجيب لك بطولات؟ بس يعني ريال مدريد هتيجي تكسر القاعده دي دايما. هقول لك على حاجه، بس خلينا اسالك سؤال تاني على اللي انت بتقوله. انت بتقول ان هم هل كسروا القاعده؟ طب ما هو انجلترا طول البطوله بتدافع، بس هي بتلعب برضو كرة وحشه قوي ان ما فيهاش خطوره، ان هو ممكن جون وتعرف تدافع. هي برضو ما كانتش بتدافع حلو. ما دي رخامه انجلترا ان هم كانوا كل ما بيتزنقوا ويضطروا يهاجموا بيعرفوا يلعبوا كوره، اللي هو موضوع مستفز قوي يعني. وهو مش عارف تلعب اهو يعني. هم ما كانوش بيدافعوا حلو. لا هم فريق لا يعني هنخش في انجلترا اصلا دي ممكن يتكتب فيها يعني، ممكن نعمل فيها حلقتين والله العظيم لان صعبة فيها كميه حاجات، كميه هبل في منتخب انجلترا ده انت ما بتبقاش فاهم ايه اللي بيحصل. يعني مثلا لما كنا بنتفرج على الماتش فاكر، وعامل التبديلتين بتاعته، طلع كين ونزل يعني بالمر أيوه. وواتكنز، وهم اللي عملوا الجون. في لحظه تقول ايه ده، طب ما تبديلاته هي اللي عملت الفرق. ده اللي هو بتاعت السيمي فاينل نزل الاثنين. لا في الفاينل الاثنين في ايوه الماتشين نفس الفكره. فان انت تقول طب ما ايه ده، طب ما تبديلاته فعلا بتعمل فرق. هي الفكره ان هو كان زي ما عمر بيقول هو بادئ الماتش غلط، صح فاهم يعني؟ هو كل ماتش بيبدأه غلط، وبعد كده يعمل نفس التبديلات اللي هي بتشتغل اصلا، اللي هي المفروض تقريبا تبدأ الماتش في الاصل يعني. انا مش عارف بالمر ليه كان بيقعد وليه فودن بيبدأ عليه كل الماتشات. فودن لعيب عظيم وجميل وكل حاجة، بس هو مش عارف يشغله. بس بالمر مور دايركت، بيروح على الجون اكتر، بيجيب اجوان، بيخلص. واتكنز بان قوي مدى تأثيره على الفريق اول ما نزل كومبيرنج بكين اللي ما كانش شايف قدامه حتى في الفاينل. فلا يعني ساوث جيت ده بجد والله العظيم يعني نكتة يعني. عارف اللي هو مرة انجلترا كانت هتاخد اليورو بس ساوث جيت، اللي هو راجل
صعب، وبيعمل تبديلات اللي هو مثلا ماتش يقوم منزل لك فيه تبديله توني، اللي بعده يقوم منزل واتكنز. طب على أيوة. اساس ايه يا عم؟ هو صح. بيجرب كده وان شاء الله خير، وتلفق معاه مره وما تلفقش مره، فلا ما يستاهلش ان هو ياخد بطوله الصراحه. طب وانت حسام زعلان ساكا ما خدهاش؟ انا زعلان على عشان ساكا انت بصراحه. ساكا وداكلين رايس ولادنا كنت عايزهم يكسبوا ورامسديل؟ بطوله. لا رامسديل كان في الدكه مش مشكله، بس ساكا يعني كان بس هم ما قدموش من حاجه. احسن. لا يعني داكلين رايس وساكا انا في رايي ان هم كانوا من احسن الناس اللي لعبوا في منتخب انجلترا. في منتخب وحش، ايوه ماشي، بس يعني كانوا البريق من ما الامل. احسن الوحشين برضه. ايوه طبعا في منتخب مش كويس. بس انت عندك يعني ساوث جيت هو ليه محبوب في انجلترا؟ عشان هو جه بعد عصر كان صعب في منتخب انجلترا. هو عمل يعني لهم تاريخ كده كده. الجولدن جنريشن اللي كنا بنتكلم عليها في الالفينات لما كان عندهم لامبرت وجيرارد وسكولز وكل اللعيبه زي ما عندهم اسامي دلوقتي. صح. بس الفرقه دي كانت منقسمه جدا. أنا لسه مم. سامع بقى ريو أنا- فيرديناند بيحكي القصه دي، بيقول ان هو كان بتوع مانشستر يونايتد بيقعدوا في صح. حته، وبتوع ليفربول بيقعدوا في حته، وارسنال بيقعدوا في حته، ومحدش بيتكلم مع بعض، وكله مركز في فريقه مش مركز في المنتخب. صح. ساوث جيت جه وغير دي، وعمل تناغم ان انتوا لما تيجوا تلبسوا تيشيرت انجلترا انتوا بتلعبوا لانجلترا ومحدش بيفكر في فريقه. وعمل يعني الموضوع ده ان هم خلاهم فريق واحد عشان هو شخصية كويسة والناس بتحبه واللعيبة نفسها بتحبه والناس بتوع انجلترا يعني الانجليز بيحبوه كشخص عشان هو شكله بني ادم كويس. لكن الكرة مش في الاخر انت محتاج بقى فنيات مدرب. الواضح في البطولة دي ان انجلترا كانت فريق لحظات، ما عندهمش شكل واضح، بس عندهم لعيبه حلوه قوي بيعرفوا يخلقوا لحظات كويسه، زي لما بيلينغهام يحط دبل كيك في اخر لحظه جميله. بس مش زي الشوطه المفروض بتاعت ساكا، الشوطه بتاعت ساكا بالمر، وجون بالمر وجون واتكنز، كلها لحظات، كلها لحظات عشان انت عندك كواليتي مرعب. كواليتي مرعب. بس بالكواليتي دي لو مدرب محترم مش المفروض تحتاج اللحظات دي اصلا. بس ده لان ان هو اكتر برضو مدرب ناجح في تاريخ انجلترا بالارقام. يعني هو وصل فاينل يورو، سيمي فاينل كاس عالم، فاينلين يورو، سيمي فاينل كاس عالم لا يعني 2018 بالترتيب اهي، اللي هو يعني 2018 سيمي فاينل بالظبط، كاس عالم، بعد كده فاينل يورو، بعد كده دور 8 بتاع كاس عالم اللي فات. سيمي فاينل، لا خسر 8 من فرنسا. ايوه صح. بعد كده فاينل يورو تاني. فهو بالارقام الراجل انجح مدرب احنا شفناه لانجلترا. بس عارف احنا كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت او اللي قبليها ان انت بتقيم المدرب على هو بيعمل يعني بيطلع احسن من مجموع اللعيب بتاعه صح. ولا لا. ولما تبص على لويس دي لافوينتس هو عمل من فرقة ما فيهاش اسامي وفيها كلعيبة فردية عندهم كل واحد فيهم عنده مشكلة شكل. كوكوريا ده لعيب بس عنده مشاكل. الاثنين السنتر باكس لنورماندي ولابورت عندهم مصايب. لو حد شال الستر اللي عليهم ده مصايب وراهم. وعرف يخلق منظومة كل لعيب عارف هو مطلوب منه ايه وبيعمل ايه. ان لما رودري يطلع من الشوط الاول في الفاينل وينزل مكانه زوبيمندي حسيت بفرق. لا بس ثانية يعني برضو دي كانت عشان ايه في تفصيلة. هو اتعور. رودري شال بلاوي طبعا هو طول البطولة. هو كان رودري ده انت بتتفرج على الماتش انت حاسس ان في منه اتنين، في واحد بيدافع ورا وواحد بيكاري قدام. بص انا كنت شايف يعني على حتة رودري بالذات، وانا اعتقد قلناها في حلقة من الحلقات يعني انه رودري هيبقى عليه عبء نص الملعب كله لوحده، لان ما كانش فيه لا فابيان رويز ولا حتى بيدري من قبل ما يتصاب، ولما نزل داني اولمو مكانه بعد كده الاتنين دول ما بيرجعوش يغطوا لورا قوي مع المدافعين. كان دايما رودري هو اللي بيبقى الثالث بتاع لابورتا ولونورماد. لا كان بيشيل بلاوي. كارفاخال لما بيزيد او حتى كوكوريا لما يعني كوكوريا ده انا علق له صورة في البيت طبعا بس يعني بس يعني رودري فعلا هو احسن لعيب في البطولة يستحقها. يعني بس يعني اللي بنتكلم عليه ايه، ده فريق عنده كل لعيب عارف هو بيعمل ايه، عارفين بيهاجموا ازاي، عندهم فكرة معينة بيخترقوا بيها دفاع اللاعب الفرق اللي بيلعبوا ضدها. انما انجلترا ما عندهمش. طب ممكن اقول حاجة دافع بيها سنة عن ساوث جيت؟ قول يا باشا. ساوث جيت لما
زي ما قلنا، زي لما بيدخل فيه جون وبيقرر يلعب كرة هجومية بيهاجم صح. وبيلعب كرة ليها شكل شوية. صح. هل هو كل اللي فيه ده بسبب الضغط بتاع الجمهور الانجليزي، ان هو الجمهور الانجليزي برضه اغبياء بيضرب البرتين فاهم ومكسر البار ويطلع فاهم يرفد ساوث جيت؟ بس يعني انا عايز اقول لك حاجه، هل ساوث جيت لو لعب كرة هجوميه وكرة حلوه وخسر برضو، الناس مش يعني مش على الاقل هتستمتع؟ لا، ما هو انت تستمتع ده وانت يعني مصري بتشجع انجلترا، بس يعني الانجليز مش كده يعني انا مش الانجليز يعني بيشوفوها فضيحة. حقيقي يعني كل اللقطات اللي انجلترا لعبت فيها كورة حلوة في اليورو ده، اللي هي كانت لقطات صغيرة، كانت لما كانوا خسرانين وبيحاولوا يجيبوا جون بالظبط. ويفتح هجوم بقى. ما هو ده بيقول لك ان هو لما بيفتح الراجل بيعرف يعمل حاجة. ما هو بس هل ده كله عبارة عن ضغط ان هو خايف يترفد؟ ما هو بص، خلينا نتفق على حاجة. هو احنا قلناها قبل كده من وقت كاس عالم 2018، هو ما فيش ماتش سواء فرقة صغيرة او فرقة كبيرة هو بينزل يهاجم. كل ماتش ليه حساباته، بس على الاقل قدام الفرق الصغيرة هو كان بينزل ياكلهم. لا تمام. بس فين ده؟ لا، من وقت كاس عالم كان دايما بينزل، يعني مثلا يحط قبل البطولة دي قبل البطولة دي ينزل يحط أوكرانيا 3 4 مثلاً، مش عارف ايه، سواء في يورو او في كاس عالم الفرق الصغيرة ينزل يدوس يشيلهم، فاللعيبة تاخد ثقة. هو البطولة دي خايف، يعني كان في جزء فعلا ممكن اللي هو الضغط اللي انت بتقول عليه، بس كان في حتة هو ما بيهاجمش اللعيبة دي، ما بيهاجمش الفرق دي. ماتش مثلا زي سلوفينيا ده ولا سلوفاكيا ده باشا، ماتشين ابشع من بعض. يعني ايه تتعادل معلش وتتعادل انت في اخر دقيقه، بعد كده تروح تكسب في الاكسترا تايم وتدافع بعد كده في الاكسترا تايم. انت انجلترا وعندك اسامي احسن سكواد في البطوله. معلش انا عندك دكه فرقه تانية. انا يعني رايي في ان خلاص ان هو ساوث جيت وحد الفريق. هما انجلترا محتاجين دلوقتي مدرب يعرف ياخدوا من النكست ليفل، يعرف يديهم طريقه لعب واضحه. كويس ان انت قلت دي، عشان كنت عايز اسالك الحته دي. هل خلاص ميعاد بتاع ساوث جيت خلص مع انجلترا؟ اللي فاتت انا في رايي ميعاد وانتهى طبعا. طبعا. لان خلاص اصل واضح ان هو ما عندوش التقنيات دي. او هقول لك حاجه، اصل انت باللعيبه دي مش محتاج تقنيات عاليه قوي. ده حقيقي. يعني واحد زي ديلافونت محتاج شغل، ايوه، بس لكن ده مش محتاج قوي يعني كده يعني. بس هو ما عندوش الجرأة ان هو ياخد قرار. وهي دي يعني. انا اقول لك مثلا حاجه، انا مقدر هو ليه كان بيلعب هاري كين على طول. الكابتن بتاعك الهداف التاريخي بتاع انجلترا مش هتطلعه، مع انه كان لسه راجع من اصابه ولعب كتير قوي في السيزون ده، وكان شكله تعبان البطوله كلها. بس انا مقدر ان انت خلاص ده هاري كين ده مش هعرف اطلعه، وممكن يعرف يفوق. يا عم يطلع مين ده؟ ابويا يرفدني. ماشي انت عايز ابويا يحبسني. انا اوكي مش هتطلع كين. بس لو قررت ان انت هتلاعب كين، لاعب كين على قدراته القويه. ما تحطش جنبه على الشمال فيل فودن اللي مش واضح ان هو ولا بيلينغهام عايز يلعب على الشمال، يترمي على الوينج. عايزين اللي هما الاثنين يلعبوا اتاكينج ميدفيلدر في النص. طلع في واحد منهم وحط انتوني جوردن اللي هو عامل سيزون حلو جدا، وينجر هيجري هيفرد الملعب. وهاري كين يلعب اللعب بتاعه ان هو ينزل تحت يسقط يسلم الوينجات، مع عنده ساكا وجوردن الناحيه الثانيه هيبقوا خطير. ولما جوردن 6 دقايق اللي لعبهم شفت ده بيحصل. يعني انا مش جوردن اول لما نزل الماتش اللي لعبه تاني ماتش تقريبا 6 دقايق، اول ما مسك الكوره اول لمسه رمى الكوره قدام والكرة طلعت اوت. بس من بعد الكرة دي المدافع شاف الفتحة اللي فتحها، رجع لورا، بدأ يرجع لورا وساب له بقى مساحة كبيرة. لقيت راحة عنها. بس انت برضو انا بيتهيألي من عناوين البطولة دي اللي انت اصلا تقدر تقولها ان برضو الفرق اللي عندها وينجات جامدة هي هي اكتر طريقة efficient تلعب بيها كورة. يعني لما يبقى معاك زي يامال ونيكو ويليامز او ديمبلي حتى او ديمبلي، اي حد ايا كان، لما بيبقى معاك وينجات فايقه طبعا اقصر طريق للجون حرفيا يعني. دي حقيقة. يعني انجلترا معاها كميه لعيبه بتعرف تلعب في قلب الملعب، بس قلب الملعب فعلا بقى اللعب فيه رخم يعني، بس خلاص ما بقاش يعني. فيه كوره. طب هسألكوا سؤال، يعني هنرجعها معلش خطوه لورا. ممكن في ماتش اسبانيا وفرنسا
امبابي لو كان فايق في البطوله دي كان هيفرق في ماتش اسبانيا ولا برضو اسبانيا؟ ديشون ده محتاج 10 امبابي علشان يدوبك فاهم يلعب ب2 جنيه كوره يعني مش هو غلطه نفس- امبابي هو يعني نفس امبابي الفكرة، مصاب هو يعني نفس- نحط ديشان بنفس الطريقه مع ساوث لا جيت. وانت ممكن تسال سؤال لازم مين اوسخ ديشون ولا ساوث جيت؟ والله العظيم انا ده ماتش عيله. انا بالنسبه لي لو هحط مين اوسخ هحط ديشان. على الاقل ساوث جيت كان بيبقى فيه حته كده اللي هو انا ممكن اهاجم. لما كان بيغير جير بالظبط. كان بيلعب كوره احسن. ديشان في ماتش اسبانيا وفرنسا خسران ومش عايز اللعيبه مفيش. لا انت بتتكلم في اللعيبه البطوله مفيش دي روح. ولا عامه؟ لا البطوله دي البطولة اه ماشي. اللعيبة بس عامة مفيش ده كسب روح. كاس العالم فخلاص لا يعني. انا بتكلم في البطوله دي يعني مين بطولته تعتبر اوحش ساوث جيت ولا ديشان؟ اكيد اللي وصل الفاينل احسن يعني مش يعني لا انا بكلمك على كوره. لا كروان ديشان كان الصراحه اوحش بصراحه. رأيي. برضه بس ديشان كان عنده امبابي مصاب فترات كتير قوي من البطوله. كان طول البطوله اوف. لا ده اوف علشان مش عارف يشغله. كان لا مشغله بس زمان كان بس برضه انا راجع اقصد من يعني إصابة. اللعيب النجم بتاع هنا هو النجم بتاع هنا الاثنين اوف. يعني فلنتفق ان الاثنين كانوا من قذورات البطوله دي يعني. خرافي. هنيجي بقى القاذورات الفرق دي فعلا. بس قبل ما نروح لقاذورات الفرق ايه رايكم كده نعمل احسن 11 في البطوله دي؟ حلو. نختار كده شويه صعب لعيبه مش كده. سهل على فكره. شوف هو ليه صعبة. بقى علشان احنا كنا لسه هنخش في الاوسخ فشكله عايز يعملها بعدين. اصلا لوسخ فيه شويه ناس كده سايبهم في شله طيبه كده شلة محتاجين طيبه موجوده على الليسته. نقطع فيهم محطوطين جنب بعض. او مش اوسخ يعني الفلوبس يعني الناس اللي كان محبطين. في كان في أوسخ امل والله عليهم يعني. وخيشوا جامد يعني. دي حقيقه. بس تعالوا نبدا طيب بالناس الطيبه اللي عملوا بطوله حلوه. خلينا نبدا من قدام لورا. نبدأ عشان من حاسس قدام إن- لورا بالظبط. ولا عشان حاسس لا إن خلينا من ورا من لقدام زي قدام، الناس بس في طبيعي. اللي ورا في حاجات صعبه بس لا ماشي. عادي. هنبدا بالجول كيبر. طيب تعالى نبدا جول كيبر. بالجول كيبر. ماشي. احنا طبعا عندنا اوناي سيمون راجل واخد البطوله. في بيكفورد عمل برضو البطولة انا بطوله شايف حلوه. بيكفورد ده كان من الناس ديوجو الكويسة. كوستا وبتاع البرتغال ومامارشفيلي بتاع يا جورجيا. ابن اللعيبه. والله ما كنت عايز اقوله عشان مش عارف انت اسمه اصلا. انا كنت مطلعه بره المناقشه علشان بس ما نضطرش حابب اقول لكم يا جماعه حسام قبل ما نبدا قال لي انت مش هتعرف تقول اسمه. بس انت عارف حاجه انا طول البطوله مسميه مارشميلو مارشفيلي عشان ننجز على نفسنا القصه دي. والله ده الجون بتاع جورجيا. عمل شويه يعني صدات خرافيه. بصراحه ف مين انا ما اعتقدش في حد برضو شد منيان. انتباهي. بس منيان عمل ماتشات حلوه قوي وعمل ماتشات وحشه بالظبط. قوي يعني. بالظبط. عمل أنا- الاثنين يعني. انا بالنسبه لي هي ما بين جوردن بيكفورد وديوجو كوستا بتاع البرتغال. انا حاسس ان هو بالظبط مارشميلو يتعمل له شاوت اوت وياخد معانا اونربل منشن جميل. تكريم جميل. دور بس 16 برضه بالظبط. يعني. بيكفورد وصل وبيكفورد يعني انا ما بطيقش بيكفورد فهديها بس في كورتين ديجو لوبس. كانوا هيطلعوا انجلترا من الفاينل. لا بس انا ما بحبوش. يعني كورتين دي صعب ان هم يتصدوا انا عارف صدهم في ده الشوط حقيقي الاول. برضه صراحه. كان بس هيطلعوا من الفاينل بدري بس هو التلم. اقول لك على حاجه برضو بيلعب في اللي إيفرتون. كان عامل في نظري عمل مش بطوله بس هي كان في صده كده. هي دي صده البطوله. تركيا قدام ماتش النمسا الجون ميرت. بتاعهم تحفه. دي صدت دي- دي سيف الصده دي صدت اللي وصلتهم دور الثمانيه حقيقي. ان هم يلعبوا هولندا دي بعد صدت كده. اليورو. طب دي تعالى يعني تعالى سيف نختار اليورو. لعيب طيب. فيهم يعني في الاخر. نختار انا بقول لوبيز. كوستا. كوستا سوري. ايوه أنا- لوبيز ده أنا- القديم آه. بتاعه. هم انا والله نفس البني آدم. انا ممكن اقول ديوجو كوستا عشان ماشي. انا كنت اقول الصراحه ديوجو كوستا فمتفقين يبقى احنا بتاعت متفقين ديوجو عليه كوستا. احنا. ماشي. طيب خلينا نخش بعد كده على المدافعين. حابين نبدا برايت باك ناخدها من يمين للشمال كده. عشان الرايت باك بيتهيألي سهله. والله في كارفاخال عمل بطوله حلوه قوي مفيش غيره بصراحة. مفيش حد ينفع يتحط بصراحة. فوقيه يعني. اكيد مش كايل ووكر. مفيش حد يتحط لا فوقيه لا يعني. حتى الكارت الاحمر اللي اخده في الكرة بتاعت موسيالا ده دي كان أهم كان كارت أحمر. احسن تصرف ممكن طبعاً. يتعمل في اللقطه دي. فهو الراجل الصراحه لا ده عالي قوي. وما فيش حد ينافسه يعني. يعني سيبك من ان موراتا كابتن الفريق والكلام الفارغ ده. هو ده كان كابتن الفريق بجد. دي حقيقة. ورودري هو يعني ورودري. ورودري هم اللي الوحيد اللي كان يعني ممكن يتحط له منشن في الرايت باك هو كيميش. انا شايف انه عمل بطوله حلوه عمل جداً. بطوله كويسه جدا. بس في الاخر طلع من بدري بالظبط. صح. فالفاينل كسبان اليورو ياخدها. لا وطلع منهم بالظبط انا يعني. من كارفاخال يعني.
يبقى احنا قلنا يمين كارفاخال. مظبوط. سنتر باكس انا بقول اول سنتر باك هحطه الصراحه صليبه، مع انه طلع بدري بس لولا سيمي فاينل. بس انا اقصد يعني لولا صليبه في الفريق كانت فرنسا ممكن تشيل اكتر. بس انت ملاحظ ان صليبه، بس دي برضو ما علشان نبقى حقانيين، دي حاجه بتاعت المدربين، بيوجه له شويه انتقادات في البطوله دي غير السيزن بتاعه بتاع ارسنال اللي هو كان بيرفكت سيزن. بس في البطوله دي الناس قعدت تقول ان هو بيعمل مشاكل وعمل غلطات وكان المفروض يطرد في كوره ومش عارف ايه والقصص دي. في يعني متاخد عليه شويه حاجات كده في البطوله دي برضه. بس يعني انا شايف ان هو كان سوليد جدا. انا بحب صليبه وشايف ان هو يعني لازم يبقى هناك. بس حبيت انوه ان الراجل برضه في ناس معترض عليه. عموما مين برضه سنتر باكس شدوك؟ يعني انا اول اسم احطه في السنتر باكس هو مارك جيهي بتاع انجلترا. جيهي انا عارف جيهي، حبيت اغلس عليه. مارك جيهي ما كانش اسم بيبدأ على طول لانجلترا. عمل سيزن حلو جدا مع كريستال بالاس واتاخد اساسي مكان هاري ماجواير، ودي كان قرار من القرارات. بس كان لازم يتاخد برضه مكان يعني هاري يعني قرار لجاري ساوث جيت كبير. بس مارك جيهي يعني تحس ان هو لما تشوفه بيلعب هو ازاي ما كانش بيلعب من الاول يعني. كان احسن لعيب في انجلترا في تقريبا كل الماتشات. طب انا عايز احط اسم على الترابيزه. حط اسم على الترابيزه. كالافيوري. انا بشجع ايطاليا برضو فانا مش حقاني قوي، بس الواد الصراحه يا جماعه وحش. ده مستقبل ايطاليا. بس طلع من بدري يعني. مش مشكلته برضو انجلترا تستحق. طب هقول لك على حاجه يعني. طب تعالى ممكن برضو نحط اسم كمان، لان الاسم ده كانوا هم اوريدي حاطينه في التشكيله بتاعه البطوله. وباميكانو. لا فاكس. انسى. انا شايف اصلا ان كوناتي كان لازم يلعب عليه اصلا. اوباميكانو ما كانش كويس. كوناتي كان يلعب عليه وش يعني. جيهي كان احسن، كالافيوري كان احسن، حتى جون ستونز كان احسن من جون ستون كان احسن منه. انا الاسم اللي انا كنت رميته كده كان بيبي. ليه شاوت اوت يعني مرعب علشان عمل كام كوره خطار، بس ما اقدرش احطه انه احسن سنتر باك في البطوله برضه. تتفقوا على جيهي؟ انا متفق على صليبه. انا حاسس جه يعني كان علشان وصل الفاينل. ممكن احط اسم كمان معلش. روديجر. ولا يعني هو ما اختبروش قوي، لما اختبروا روحوا، فاحنا مش قادرين نحدد. طالع بدري قوي يا جماعه، طالع بدري قوي. دور 8 والجون اللي دخل هو روديجر، هو الجون ميرينو ده كان روديجر هو اللي كان ماسكه، هو اللي كان المفروض بيغطي. ما ينفعش خلاص. طيب روديجر اعتقد طالع بره الحسبه. انت بتقول كالافيوري روح بدري، فهو احقاقا لحق هي المفروض تبقى جاي احقاقا للوصل الفاينل برضه يعني. طيب خلاص تقديرا لمجهودات الراجل في انجلترا نحط مارجي. ماشي. فكده عندنا 2 سنتر باكس، صليبه مارجي. في الاخر هنقول التشكيله كامله يعني. لا هنقول خط بخط كده في الاخر بعد ما نخلص. والليفت باك كوكوري. انا صراحه وايد يعني. الاونربل منشن هنا الكاديولو بتاع تركيا. الصراحه ده كان الوحيد اللي انا كنت يعني بشوفه، بس برضو طلعوا من بدري كفايه. خطير. وكوكوريا كان في واد باس خلاص بس ده رايت باك باين اللي هو كان بتاع النمسا ده، كان جامد قوي بس مش فاكر اسمه. اوبرشير. ده كان جامد قوي. كان شمال. نديله برضو شاوت اوت كده في السخان. شمال ولا يمين؟ شمال. ده كان جامد قوي 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 يعني. ابشر. انا كنت بسميه ابراشي. اللي اقول لك كمان عشان ما ننساوش سنتر باك منشن اكانجي. عمل بطولة حلوة قوي جدا طبعا. بس برضه انا لسه خلاص. لا يبقى اقول كده بقى الخط بتاعنا يبقى على اليمين الجون طيب الجون قلنا ديو كوستا. يمين حصل في الاربع مدافعين. باك يمين كارفاخال. ويليام صليبة جنبه مارجي. وعلى الشمال كوكوري. حلال. يلا بينا خش على نص الملعب. يلا. اعتقد نص الملعب الراجل اللي خد احسن لاعب في البطوله كده هيتحط. مش هنفتح بقنا. رودري. تمام. فرودري متفقين عليه كده تمام. العالم كله متفق عليه. حط بقى الاثنين التانيين اللي معاه. انا شايف فابين رويز عمل بطوله حلوه قوي. اولمو عمل بطوله حلوه. رابيو الصراحه
لا ما ينفعش. تشاكا سوري. عمل بطوله حلوه برضو تشاكا عمل بطوله حلوه جدا. و وبيلينغهام انا وموسيالا ما اتحطش هنا. لا انا موسيالا انا هحطه من اللي قدام الصراحه. انت حاطه قدام انا يعني بفكر فيه لقدام. ماشي. كان لو بيلعب- هتح... كان يعني بيلعب وينجر بصراحه. ماشي، البطولة حلال. كلها تقريبا يعني. ماشي. اصلا كنت حاسبه نص ملعب، بس ممكن نحطه قدام مفيش بس مشاكل. اقول لك على حاجه برضو. إيه؟ ممكن نحط نص ملعب عشان قدام في اتنين اعتقد هيبقوا ثابتين. هنيجي اللي قدام. ماشي. عندك هنتفق على موسيالا قدام ولا ورا الاول؟ يعني في نص ملعب ولا قدام؟ انا شايف انه يتحط في نص ملعب. ممكن نص اصل احنا اصل اقول لك حاجه، احنا هيبقى عندنا مشكله ان مفيش سترايكر لعب حلو البطوله دي كلها. لا نلعب تقريباً. بشادو سترايكر بقى. في لو واحد. شادو سترايكر 9.5. بقى عندك ممكن تحط اولمو، ممكن تحط جاكبو. موسيالا، ممكن تحط جاكبو، حط اللي انت عايزه يعني. بس ماشي. بس مش إحنا هتفرق يعني. هنلعب بشادو سترايكر بس عشان نبقى متفقين ماشي. يعني. ما عادي. عندناش سترايكر صريح. يبقى لو كده عشان انا عايز احط جاكبو قدام احط موسيالا. ممكن ملعب. نص ملعب المرشحين كاسامي يعني. مين تاني ممكن؟ اوكي احنا يعني الاسامي اللي ما ينفعش ننساها احنا قلنا فابيان رويز. رويز، بيلينغهام برضو كان عنده يعني رايس. لقطات. ديكلان رايس برضو. انا شايف ان ديكلان رايس كان من بس من لا، من ديكلان الناس اللي رايس كانت في بتلعب. الاول وفي الاخر هتقارنه برودري اللي هو ما جاش يعني. ما انت خلاص. لو عايز تلعب ديفندرين ولا انت عايز تلعب بديفندر واحد؟ لا انا شايف بقى تعالى نبويل الداون لثلاث اربع اسامي كده علشان ننجز ماشي. الموضوع ده. كده قلنا رودري، فاضل لنا رودري. مركزين. فابيان موسيالا. رويز. فابيان رويز ما ينفعش ما يتحطش. يبقى موسيالا وفابيان رويز. يلا بينا. أنا بس موافق اقول لك جدا. بس حاجه بس آه. عشان بس ما إيه؟ نهربش من نص الملعب. ايه كانتي. بس ما هنحطه بنفس بس رودري انا عندي وديكلان رايس. عندي ازمه مع بيلينجهام برضو، مش عارف اتخلى عنه. يعني بيلينغهام حط شادو سترايكر بيلينغهام انا يعني اتظلم في التشكيله دي. اقول لك حاجه تانية كمان. ايه؟ كول بالمر لا كان بينزل على الدكه وانا كان بيعمل مش هقدر اداء اديله شاوت اوت، ادخله اونربل منشن. ماشي فيعني رودري. اعتقد ان احنا يعني فابيان رويز ورودري خلصانه، ماشي. مش هينفع ما تقولش وموسيالا. عليهم. تالتهم هنحط موسيالا شادو سترايكر ولا تحط بيلينغهام في النص احط موسيالا شادو سترايكر على، بس برضه بيلينجهام بس انا هقول لك ساوث جيت بوظ بيلينجهام يعني، خد منه احسن ما فيه اللي هو زيادته ناحيه الجون يعني. اول نص ساعه في البطوله لما تحفة. زاد جاب له جون، اما رجعه فاهم يلعبوا ديب، فعلشان كده بيلينجهام ويرميه على مش الشمال موجود وهو بالظبط. يتزنق على الشمال ومفيش كانتي حد بيساعده. عمل بطوله كويسه، بس ديشون برضه جابه ورا. لكن موسيالا عمل بطوله حلوه، انا هقول لعب لك الماتشات كلها حلو. انا هقول لك خلاصتها إيه؟ عشان احنا هنقرر الحاجات دي كلها مع بعض. نحط تشاكا ولا ايه؟ رودري، فابيان رويز، تمام. وداني اولمو. النص الملعب بتاع اسبانيا اللي بهدل كل بس حد. ممكن اقول لك حاجه برضو حق ربنا. وموسيالا شادو سترايكر. طيب هقول لك حاجه عشان اولمو. اه اولمو في ماتشات ما لعبهاش اولمو بالظبط. اولمو ما ظهرش غير لما بيدري اتصاب، بالظبط. فمش هقدر احطه من ضمن ال11 راجل هداف البطوله. لا ظهر أيوة. حط جون قبل لما نزل من بس من لا، أنا مش الشباب. معترض. نزل أساسي. جاب انا جون. شايف ان انت يا تحط فابيان رويز يا تحط اولمو، ما ينفعش تحط الاثنين. اصل هو اولمو مش عنصر الاساسي. وفابيان رويز كان احسن منه في البطوله دي. صح بس 3 اجوان برضو يا جماعه. انا فاهم و3 بس- اجوان في اوقات حاسمه لا، كلها. انا فاهم والله، بس هي يعني سيمي فاينل انا شايف ان انا احط موسيالا هنا عشان اروح احط جاكبو قدام. لا ده انت مع نفسك بقى. لا مش معنى. طب بص هنحط موسيالا في النص كده ولا كده ونبقى ماشي، نتخانق خلاص. خناقات ماشي، اولمو خلاص. وجاكبو دي يبقى قدام. 3 نص الملعب رودري، فابيان رويز، وموسيالا. وموسيالا. حلو. نص صح، ملعب موافقين خطير عليهم بصراحة. جدا. رايت وينج فيها كلام. خلصانه تماما يعني. جميل جمال. بوكايو ساكا. والله العظيم لو كان معاه مدرب كان ممكن يتخانق فيها يعني. منشن لعب بطولة حلوة هنقول جدا، عمل honorable اللي mention. عليه. بس هو بس خلينا نتكلم في الاهم. لامين يامال. لامين يامال خلصانة بالشياكة. انا بس عايز اقول حاجه بقى على يمين يامال، علشان انا والله العظيم خايف من الموضوع ده. جمهور برشلونه، انا ما بشجعش برشلونه يا جماعه، ماليش دعوه بالقصه دي، بس بجد والله علشان مصلحه يمين يامال انتوا عندكم جوهره، ما تشيلوش الواد ده الضغط بتاع ان هو ينافس الكتيبه اللي عند ريال مدريد دي لوحده. يعني ما تقولوش بقى روح بقى انا عايزك يلا تعور لي مبابي وبيلينجهام وفينيسيوس يعني هو هيتخانق مع مين ولا مع مين؟ فبالراحه كده وخلوا الموضوع يبقى منطقي وطلباتكم منه منطقيه. الواد كويس بس الواد مش هيشيل فريق كله على كتفه ويروح يتخانق بيه مع اقوى فريق احنا يمكن شفناه في التاريخ
يعني اللي هو كتير فريق قوي، مرعب هيبقى بس يعني. الوضع عبقري، بس هم لازم لا. يخفوا من عليه ضغط، ما يشيلوش شيله مش بتاعته. وما يقارنش برضو بميسي وهيبدأ يشيلنا زي ميسي يعني، خلوه يلعب. على فكره ميسي كان معاه برضو تشابي وانيستا لا يعني كان معاه ظروف فرقة. تانية خالص خالص وكان في خالص. فلوس وفي فلوس بس يعني رايحة بس الحق يتقال عليه ان هو مش لاعب اوفر هايبت. لا مش لا، اوفر لا. هايبت. مش انسو فاتي. يعني انت بتشوف ان هو في صغر سنه ده، غير الموهبة اللي عنده، ان هو بياخد Personality. قرارات مظبوطة في ما الأوقات بيتكسفش الصح. وبيطلب الكورة ما تعرفش بيخش، يعني ما تعرفش هو هيخش على الوينج يعمل ولا هيكسر، ولما بيكسر بيسحب معاه لعيبة وبيطلعهم اوت اوف بوزيشن ويفتح الناحية التانية. هو لطيف ان هو سحنته بالبريسز بتاع عيل صغير. هو الصراحة بس مهين وهو شخصية. وانت بتتفرج عليه بالكاميرا وهي بعيدة كده مش باين وشه، انت حاسس ان ده لعيب كبير. وبعدين شخصية في الملعب، هو مش يعني ده بس الواد يستاهل لامين الهايب يامال على بتاعته اليمين بصراحة. خلصانة، على اليمين وأظن خلصانة. يعني على الناحية التانية صاحبه استنى، حبيبه. لا هنجيلها لو سمحت، نجيلها. ما بوظش ترتيب الراجل ماشي لو بنظام. سمحت. لا اصل لا، السترايكر دي ماشي مش هنعرف بنظام دي. نختارها، هي الشمال اسهل. لا السترايكر هنعرف نختاره. ماشي يا عم اختاره. هنحط طبعا، مش هنتكلم عن الناس اللي كنا متوقعين يعملوا كينو حاجة، ومبابي والشلة الطيبة دي كلها. دول في الأوسخ. مراتا شاوت اوت. مراتا لا يتحط معاهم برضه. مراتا يا وانا لا طبعا يا مراتي لا طبعا هنحط المهاجم بتاع ميكاتوتزي. جورجيا. الراجل اللي عامل بطولة هايلة. خطير. وطبعا عندنا لسه هنبقى نجيلها في خاكبو، راجل كان شايل هولندا لوحده. مم. و عندي بس مشكلة نفسية انا معاه، يعني بيجي معانا مع ليفربول يدينا اوسخ وش، يروح هناك بس يمكن بقى ارني سلوت هولنديين في بعضيهم يعرف يشغلوا يعني. بس صراحة لا، الواد يا جماعة الفيرجن دي مرعبة اللي احنا بنتفرج عليه يعني. هو ده الفيرجن اللي انتوا اشتريتوه، مش احنا الفيرجن اشتريناه اللي كده اصلا، انا مش عارف ايه اللي مين اللي جالنا. لا انا مين عايز تحطه؟ طب حس ممكن مهاجمين. لا انا شايف ان فارجاس في اسامي كتير عملت حاجه مش فارجاس، امبولو حتى احسن من فارجاس مع سويسرا. طب احنا بس في ناس عملت بطولات حلوه، بس اغلبهم طلعوا في دور 16 سترايكرز. طب لا ادينا اسم فانا هي ما بين يعني خاكبو جاب 3 اجوان. لا سيبك من اسمه ايه بتاع جورجيا برضو جاب 3 اجوان، مش عارف انت ميكاتوتزي. اسمه. بس انا بالنسبه لي هي داني اولمو، يعني في الاخر في الاوقات الفيصليه نزل، ما حسيتش بغياب بادري، عمل ماتشات مان اوف ذا ماتش، اعتقد ماتش او 2 مان اوف ذا ماتش. الجون اللي حطه نطط الكوره مرتين 3 او حاططها وجت اون جول، بس في الاخر اتحسبت له. داني اولمو كان خطير، كل ما لعب كان خطير. انا موافق على كل الكلام ده. كواليتي عاليه جدا، فانا بالنسبه لي مش عارف اشيله عشان ما فيش حد تاني ممكن. انا متفق 100%، بس انا في نفس الوقت شايف ان جاكبو عمل بطوله احسن. هقول لك ليه برضو، حبا يعني في هولندا ده قصه تانية، بس اولمو كان مهم قوي، بس برضو ما كانش عنصر اساسي في اسبانيا غير اما بيدري اتصاب. بس اقول برضو حاجه، اولمو المنظومه الهجوميه اللي حواليه كلها شغاله. جاكبو المنظومه اللي حواليه زريبه. ديباي ميت، فيكورست ماشي خلاص، ما ميت، واضح انتوا الاثنين جاكبو خلاص، وانا بس انا دي بس وجهه نظري يعني. اديته كلمته بس خلاص يا عم بنتناقش كده، ما يبقاش خلقك، خلي خلقك ستريتش. زي الفل يا باشا، خلي خلقك ستريتش. لا بس انا فاهم جاكبو، انا فاهم جاكبو انا مش يعني هي ما بين الاثنين دول. احنا بس في واحد فوتناه كده سريعا، أردا جولر، عايزين نديله شاوت اوت يعني. هو مش في التشكيل البتاع بس شاوت اوت علشان شاوت اوت عمل بطوله حلوه قوي يعني. اقول لك حاجه، بالنسبه لي هو عمل بطوله احسن من الاثنين دول. من يعني مين؟ من اولمو وخاكبو. لا في فرقه بقى ما فيهاش اسامي، ما فيهاش بتاع. والله دي لا يعني أردا جولر كانت روحه حلوه في الملعب بس هو كانت روحه حلوه في الملعب. بس هو كان بيلعب الواد شياكا ولذيذ كان بيلعب وينج يمين، والوينج يمين دي مقفوله يعني من بدري يعني، فخلاص يعني. بس هو الواد جامد. اخر مركز واد جامد صح. اونربل منشن ماشي. خش على اخر مركز اللي فاضل معانا. بالورقه والقلم خلصانه برضو زي ناحيه يمين نيكو ويليامز راجل راجل عامل بطوله عالميه مع ان بالورقه والقلم كانت المفروض المركز ده يعني متفصل على ايا كان اللي هيلعبه في منتخب انجلترا يعني. بس نيكو ويليامز جا قال لك باشا معلش. هو المفروض ان الوينج الشمال ده متفصل على مبابي، بس مبابي عنده ظروف. مبابي ما جاش خيره يا عم جنب ودنه وبتاع.
عنده مشاكل بس يعني. لا هي نيكو ويليامز مفيش لا. حد تاني محطوط متحط مفيش أصلاً في حد الاسم. حتى انا عايز احطه في شوت اوت يعني. مفيش. يبقى احنا لو كده كفارا تسخيليا. من بعد تاني ماتش الصراحه، من بعد اول ماتش وهم لا كان يعني كويس جدا، كان بس فرقة حلوة. طلع في دور 16 برضه. بس يعني حبيت اديله شوت اوت. shout والواد اسمه ايه ده، الواد بتاع تركيا رقم 7 ده اللي نزل قاعد يجري وما عملش حاجه. بهزر. لا يا عم، لعيب ملط. ما تفكرنيش بيه يا عم، ده بس حبيت اهزر. كان اسمه ايه تاني؟ لا ولا فاكر اسمه. يلا في 60 ده. يبقى كده التالت بتاعهم نيكو ويليامز، فالتالت بالظبط. اللي قدام لامين يامال، جاكبو ونيكو ويليامز ومراته في الاوسخ. لا يبقى كده حلال. اقول لكم كده بقى التشكيله كامله. ماشي. حابب اقول التشكيله كامله. الطشخه يلا. ديوجو كوستا في الجون، يمين كارفاخال، رايت باك كارفاخال، 2 مدافعين صليبا ومارجيهي، شمال كوكوريا، 3 في نص الملعب رودري، فابيان رويز، موسيالا، 3 قدام لامين يامال، جاكبو ونيكو ويليامز. عظمه. واحط لافونت لو عندكم اي اراء لويس مختلفه يا لا- جماعه اكتبوا لنا في الكومنتات، واعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس. كم بس أكمل. لقيت فرصه مثاليه ان انا اخش حلو. يعني فقلت أديها. فكرة جميلة. وبما اننا بنقفل خلاص اليورو، فالفانتسي اللي احنا كنا عاملينها بتاعت كورة كافيه ايوه خلصت برضو. عايزنا نبارك له. لا مش ليا والله انا ما كنت بارك له. لا والله انا ما كنت رايح ليا دلوقتي. الف مبروك يا امير. ماشي، بارك لي يا حسام. هو الف مبروك امير كسب الفانتسي اللي ما بيننا احنا إحنا الثلاثه التلاتة. يعني، بس هو بصراحه انا وعلي ما جيناش. خلاص. انا في اسبوع كامل نسيته اصلا. يعني ما جيناش بالفانتسي بتاعت كوره كافيه، الحمد لله ولا حد فينا كسبها. ايوه واللي كسب احمد جوزيف. كونفيتي. مبروك. بس بيحب يعملها. ثانيه واحده بس. باشا. احنا مش هنقول اوسخ تشكيله في اليورو. لا ما انا هنقول جاي لك لا، بقى. ما احنا مش هنعملها تشكيله. تعالى نعملها لا. تشكيله والله. اوسخ تشكيلة عشان تبقى صعبة لذيذة دي. والله. بس سريع. لا بس لا سريعه بقى. ماشي. دب يعني. طيب. في لعيبه سريعه قوي. هديها بسرعه كده. خش على الجول. الجون لونين. الراجل كان جاي على اساس ان هو اللي هيشيل منتخب اوكرانيا نجم ولبس في الملط. ومعاه بايندر بتاع تركيا اللي لبس الجون اللي بيبص رجعت لورا دي والباقي بقى خد منتخب انجلترا. بس زود عليهم مبابي ورونالدو. بالظبط. لا انا مش مقتنع برونالدو دي. طب خش لي بقى في المدافعين كده برضو سريعا. مين من المالت؟ شايفين مين مالت؟ احنا هنتكلم على الناس اللي كان المفروض متوقع منها حاجه كبيره وخيشت. بالظبط. انا هقول كايل ووكر. انت لو بصيت على آه. الاجوان اللي دخلت في انجلترا نصها كلها تقريبا حقيقي. كلها غلطات من كايل حقيقي. ووكر. ماشي. اقول لك على حاجة؟ في النص اوباميكانو. طب اسهلها لك اسهل عشان برضو ما تبقاش كده ونصعبها على نفسنا. نعملها 5 جون و4 لعيبه. جون 4 لعيبه سهله قوي. ماشي، حط لي جون و4 لعيبه، اوسخ 4 لعيبه. احط لونين ووكر في نص الملعب. احط هجيله دلوقتي. واحط كين واسمه ايه ده ومبابي. اقول لك النص الملعب اللي ناقص مين؟ في الفودن. في الفودن يلا. ماشي. في الفودن ما جاش البطوله دي غير الشوطه اللي جت في العارضه وجون كده. بس كده. في ماتش كده لعب فيه نص ساعه كده عمل قلق، بس غير كده في الفودن. نعتذر لجمهور مانشستر سيتي، بس دي مش مشكله في الفودن، دي مشكله ساوث جيت. بس احنا بنتكلم على اكتر لعيبه محبطه في البطوله دي في الفودن يا جماعه. يبقى اوسخ 5 الساعه 5. لونين، كايل ووكر، فودن، مبابي ومبابي وكين رونالدو. اونربل منشن رونالدو. انا معترض برضه. الراجل كبير وعامل اللي عليه والزياده الصراحه. وبعدين بقى معلش يعني اصلا الموضوع ده كنت لسه بتكلم عليه من يومين، ان انا بحس ان اللعيبه بتاعت وهنيجي للقصه دي لعيبه الارجنتين مع ميسي بيتعاملوا معاه معامله كده اللي هو انت كبرت وانا هجيب لك حقك. اللعيبه بتاعت البرتغال ما تفهمش، فاهم اللي هو باصين له كده يا عجوز يا جزمه، فاهم او اللي هو ما هدوس عليك واخد واحجر عليك، فما اعرفش ليه. او اللي هو اعتزل بقى ما تقرفناش، عايزين ناخد فرصتنا جازين عليه كده والعيال مش سالكه من جوه يعني. بس يعني بس هو طبعا يعني هو في الاول وفي الاخر دي اخر من اخر المرات اللي هنشوف فيها رونالدو، فانا مش هحطه طبعا في هي كده اخر يورو ليه، وهو طلع قالها ان دي اخر يورو ليه. هو هيجي كاس العالم وهنشوف قهر. اللي هو اللعيبه التانية بتبص له اخر يورو. هو جاي معاهم بطوله. لا هو جاي معاهم كاس العالم قهر، وبعد كده بقى يعتزل.
نخش بقى على بعديها على الكوبا، بما انك فتحت سيرة الارجنتين. كوبا كان خطير برضو يا جماعة، بس مفيش اي نوع رياضة من تانية بقى. مفيش كوبا اي نوع من كان أي مدمر. ما بالظبط مفيش اي نوع من اي حكام ولا فار ولا كروت حمراء ولا كروت صفراء ولا فاولات ولا أي حاجة. بيلعبوا نو رولز اللي هي بتاعت فيفا دي. اضرب مالكش دعوة. لا لازم بس- يشوف دم علشان لا يدي لا كارت. الموضوع كان غريب يعني. بس المنتخب الكندي شرف. بس نتكلم عن الصراحة. الفاينل يا جماعه. لا انا هقول بس كندا سريعا نديها لا بس. كندا طبعا كندا شاوت شرفت. اوت. لعبت سيمي فاينل منتخب محترم كندا. ضد طبعا احلى مفاجأة. شاوت اوت لارن، كان نجم فظيع. الهجوم. فظيع. لا والله طب خلينا نتكلم والله على كندا بعدين عشان لا، في لا، كام حاجه نبني تتقال لكندا. actually يعني. بس الفاينل ارجنتين كولومبيا، الماتش اللي خلص الساعه 7 الصبح بتوقيت القاهره. ده فظيع. يعني الناس اللي كانت رايحه الشغل يعني لحقوا شويه من الماتش. فالماتش خلص 1-0. لو طاروا اللي قاعد على الدكه طول البطوله عشان مصمم ان هو يبدا بالفاريز، الراجل مخلص البطوله 5 تجوان، هداف البطوله وهو اللي مكسبه فاينل. احمد ناجي جده. والله العظيم عمال محمد ناجي جده فعلا. محمد ناجي جده جيمس رودريجيز برضه عامل بطوله عالميه، 6 اسيستات وجون من غير ما يجري يعني. ده بيتهيألي التوتال الجري بتاعه فاهم 4 كيلو في البطوله كلها. بس فظيع يا جماعه، الكره تحت رجله سحر. بس عايز اضحكوا على حاجه، ما اعرفش انتوا حد فيكم كمل الماتش امبارح ولا لا، أنا بس انا كملته. قعدت اتفرجت عليه. كوينتيرو اللي نزل مكانه ده، ده الواد ده كان نازل يخسر كولومبيا. لا بس شفته بيرقص ازاي. هو بيرقص كأنه بس هو بيلعب الجون غلطته. على فيفا ستريت. لا هو بيرقص كأن الماتش ده مش مهم. والله العظيم اللي هو داخل 2-3 فاهم، وعنده بصه تفتح يقول لك لا تعالوا تاني. فلا بس هو ضيعهم. بس هو عنده غلطة يعني حاجتين كانت تغييرة الملعب بتاعته على طول مخيشة. وهو سبب في الجون. يعني هو ساقط لورا حب يرقص انا عايز برضه اقول حاجه الصراحه يا جماعه. لويس دياز يا جماعه موضوع. يعني لويس دياز ده اكتر لعيب لما هيخلص الكارير بتاعه. في ناس كتيره قوي كده بتتابع كوره هتقعد مع بعض تقول لك طب احنا نقول ايه، هل هو كان لعيب كويس ولا كان لعيب وحش؟ انت مش عارف. بياخد الكرة في رجله تحس ان هو احسن لعيب في كولومبيا، ما عملش بيها اي حاجه، بس هو احسن لعيب في كولومبيا. هو حريف بس ما عندوش مخ. لا وبيقرب قوي، تحس ان هو يعني في لقطات كتير تقول يمكن اللعيبه التانية هي اللي بتتحرك له غلط، ان هو عنده فرصه ان هو يعمل حاجه بس هي مش جايه معاه. بس هو فعلا البرودكتيفيتي بتاعه او الاوتبوت بتاعه 0. بس رهيب على الخط يا جماعه، مفيش حاجه شبهه. بياخد الكرة فاهم، بيرقص الفريق كله وبيقطع لجوه، بيعمل كل حاجه بس ما بيعملش اي حاجه في الاخر. ده حقيقي. قرارات مش موجود. بس يا جماعه اخر تلت ساعه في الماتش ده دي كانت تحفه. دي كانت مدعكه. ايوه يعني الصراحه لغايه لما دخلوا الاكسترا تايم، اخر تلت ساعه دي كانت لا ضرب وعشوائيه وعيال بتخبط في بعض وكور بتضيع. هي البطوله نفسها. والصراحه كولومبيا عملت ماتش حلو. لا واول تلت ساعه انت تقول كولومبيا الماتش هتاخده، كانت بتضغط ضغط خرافي والارجنتين ما كانتش موجوده. كولومبيا عامه لعبت كوره حلوه قوي. يعني انا كان يعني لاسباب، يعني في اسباب كانت مخلياني عايز كولومبيا تكسب، وكان في اسباب عايز الارجنتين تكسب. بس كولومبيا انا ما كنتش بقول ان انا ايه اسباب كولومبيا شاكيرا غير شاكيرا. احنا نص اللي بيتفرجوا معانا روحوا ناموا بعد شاكيرا. تمام وحلال. بس يعني هو الماتش كان احلى شوط تاني. بس لا الاسباب ان احنا ما كناش قايلين ان كولومبيا دي فريق احنا عايزين نتكلم عليه اصلا او نعمل فيه اي حاجه. وبعد كده لما شفنا اللعب اللي هم بيلعبوه بقيت عايز تتفرج على ماتشات كولومبيا علشان بتلعب كوره حلو. ده صح. فده علشان كده كنت عايزهم يكسبوا البطوله. بس غير كده هو كان ماتش بيتهيألي ما يتقالش عليه غير ان هو بجد ماتش كوره حلو من بدايه من الشوط الثاني. اكيد ماتش كوره حلو بمعايير كوبا امريكا. ايوه اللي هو اللعب العشوائي اللي كلنا بنضرب بعض والكره عاليه ونجري وراها وبتاع. لا كان ماتش ممتع يعني لعشاق كره الشوارع والجرابيع. عندي واحده اخت مراتي ما بتتفرجش على الكوره قوي يعني، بس اتفرجت على الماتش بكوبا امريكا ده، فبتقول لي هم ما عندهمش حكام. لا ما فيش. لا دي كرة تانية. كانت اتفرجت على الفاينل الصبح، وجت اتفرجت على الفاينل الكوبا امريكا اللي مش مصدقني دي كورة. قلت لا ده فرق مستوى. كوبا امريكا دي فرق سرعات سيد الرئيس. اشوفه بيشلب دم علشان اديله كده. طب يعني احنا بنتكلم على الغشامه ميسي واللقطه بتاعت ميسي. نيجي بقى للخناقه بتاعت امبارح دي. والله لقطه ميسي دي وهو بره. هو اتصاب في كوره تانية. هو اتصاب في كوره تانية مش في الكوره الاولانيه اللي لا هنقول بس كده هي كوره.
لا مش ما هي هو بدأ بتاعي. يا جماعه في بدأ الدقيقة الشوط 65 التاني وخرج في الدقيقة وخرج في الدقيقة 65. 65. ايوه بس شفت هو وقع وهو بيجري ايوه عادي. هو وقع ماشي هي تمام. نفس هي نفس هي وهي رجله ورمت وكل حاجه بس يعني ايوه بس يعني هو اتصاب في الكوره اللي كان فيها كلام دي ورجله اتلوحت. ما اعرفش شفت الفيديو ايوه ولا هي لا، رجله اتلوت يا جماعه بس هي ما كانتش فاول. لا ماشي بس مش هقول لك بس هي هو طولت منه حاول بس. يكمل وبس الكوره دي هي اللي طلعته. هو تمام اتصاب بس في هي ده. كانت طولت منه وهو اتكعبل، هي ما كانتش فاول. انا رايي ان هي مش فاول. قولوا لنا انتوا يا جماعه هل هي هي فاول فاول. ولا مش فاول؟ اتصاب في الشوط في الكوره دي ولا في الدقيقه 65؟ بس يعني عموما هي رجله ورمه قوي الصراحه برضه. لا هي الصراحه ما ينفعش. خلبطت بس خلي بالك هو الرجل اللي اتضرب عليها مش هي اللي مش هي اللي ورمت. ورمت، هي اللي أيوة. ورمت اللي نزل عليها ورجله اتلوحت كده. الراجل ده كانت حقاني شكلها على بتوجع جدا دي والله. حقيقة. المشكله ان انت كان عمر جلال كان قاعد، ممكن نبقى نسيب لكم اللينكات بتاعته لو جمهور ميسي عايز يخش يشتمه. قال لك ميسي واقع بيمثل يا جدعان، ده بيتمرقع علشان عايز وبعدين قاعد يلف لحد ما يخش جوه جوه لغايه لما الملعب يدخل جوه بتاع. قال لك علشان عايز يدي كروت صفراء لكولومبيا وبتاع. ويضغط على الحكم ومش عارف ايه. لا بس انا ما شفتش اي كروت صفرا كده كده طول الماتش. كده رجله كانت قد لا كده. رجله قلبظت. بس لقطة ألف هو سلامة. بيعيط. هو واقف بره آه. بيلعب بصراحة يعني. لا، أثرت فيا جامد. لا ما حسيتش انها اثرت فيها خالص الصراحه. لا الراجل عمل يعني هو جاب كاس عالم وجاب كوبا عادي يعني، ماشي بالحب يعني. بس ده دي اخر بطولة ليه غالبا. خلي بالك هو ميسي قعد سنين من الاحباطات مع منتخب الارجنتين. مش مهم. هيجوايين مضيع منه بطولات، مش عارف الواد روميرو الجول كيبر ده الجزمه ده كان مضيع منه بتاع بطولات برضو. فهو لا الراجل يعني شاف الويل لغايه لما وصل هو المفروض يعني. ميسي يروح يعني يشكر كده ارتيتا ان هو بالصدفه ادى الفرصه لمارتينيز. تمام عشان من غيره ارجنتين كان زمانها لسه بتعاني في موضوع الجول. بس يعني انا واحد انا بحب كريستيانو رونالدو، بس لما شفته بيعيط اللي هو لا كبيرة. لا بص كبيرة. معرفش ليه ما حسيتش بنفس الاحساس بتاع لا وبعدين ما توقعتهاش. ميسي في الاول وفي الاخر يا جماعه حاجه ايكونيك جدا، فان انت تشوفه بيشيل بطولات دي حاجه حلوه للكوره يعني. قصه حلوه للكوره لو انت بتحب الكوره فانت يعني عايز ميسي. لقطته بكاس العالم دي لما عمل بالزبط. نفس الصوره بتاعت مارادونا دي بالنسبه لي كانت. بص انا الصراحه برضو حاجه بتضايقني في الكوره ان هو يعني ماشي انا فاهم في جماهير يعني بالنسبه لها رونالدو ده هو النجم، وفي ناس تانية شايفه ان ميسي هو النجم. الاتنين لعيبه ستايل مختلف. واحد حريف قوي عنده موهبه ما اعتقدش ان احنا هنشوفها او هنشوف زيها قريب، وواحد اشتغل على نفسه قوي ان هو وصل لمرحله لحد النهارده هو لسه مكمل بس وعمل كل حاجه في الكوره. بس برضو في جزء بتاع اللي هو انا لعيب حريف، ممكن هو ده اللي فرق انه ميسي خلاه ياخد كاس عالم وفرقه مساعداه بمنظومه كامله مساعداه، والبرتغال الناحيه التانية عمرها ما كانت كومبليت بالظبط. لا بس انا اقول لك على حاجه بقى بجد، علشان اتكلمت في الموضوع ده قبل كده انا بيصعب عليا جدا جمهور ريال مدريد وبرشلونه يعني، علشان انا ما بشجعش الاثنين. فبالنسبه لي ان انا استمتعت بالاثنين وان انا اقدر احب ميسي واتفرج عليه واقول الله على الكرة بتاعته. يعني بيصعب عليا ان انت مثلا لو مشجع لريال مدريد انت عارف ان ميسي ده قد ايه عظيم، بس انت مش قادر تعترف. بس هو بجد كل تألقه ضدك ومش عايز عمرك ما تحبه يعني من جوه، مستحيل تحبه. ما هو ده فاهم، هو اساسا كل ما بيلعب احسن كل ما انت بتتأذي، والعكس صحيح فاهم. فانا بيصعبوا عليا جدا لان بقيت بقى مشجعين الكرة اللي زينا كده استمتعنا، اتفرجنا على واحدة من انضف الرايفلز ومن احلى فترات الكرة اللي هنشوفها يعني مش عارف امتى تاني هنشوف منافسة بالقوة دي. صح. فلا يعني حاجة الاتنين عظمة الصراحة، والاتنين انا طول ما هما بيلعبوا هبقى مبسوط لهم وعايزهم يكملوا وعايزهم يفضلوا في الملعب عادي يعني. انا برضو بشوف ان الناس اللي بتقارن ما بينهم دلوقتي دي مقارنة مش فير. لا فرق السنتين لان في السن فرق السنتين في اخر العمر ده فرق كبير جدا بتفرق. بس زي ما علي قال يعني هو يعني كانت حاجة حلوة جدا ان احنا شفناهم. بس لو قلت لي هتختار دلوقتي مين كسب المنافسة دي على النهاية، خلاص ميسي. اللي عمله في الكوبا امريكا واللي عمله ان هو خد كاس العالم خلاص يعني. كان فيها كلام لحد ما خد كاس العالم. اول ما خد كاس العالم بقت خلاص
بس هو- برضو مش هو- عايز او لا يعني، بس انا مش يعني عايز أحطها انا مش كده أوي. هستغرب ان انت يبقى عندك ناس كمان 10 15 20 سنه من دلوقتي تقول على كريستيانو ان هو الجوت المعزه، او ان كمان 10 15 سنه الناس تقول كده على ميسي. انا بالنسبه لي الاثنين حلال، دي وجهات نظر، دي اندرويد زي بيلي وايفون. زي بيلي ومارادونا، ناس فكره، ناس بتقول لك بيلي، ناس بتقول لك مارادونا، يعني انا هي- بشوف بس دول مع- بس دول مارادونا حتى احسن من بيلي بكتير. ما أنا فاهم، ما بس عاشوش بعض قوي يعني، مع- فدي أيوة، حتى ما صعبه. عاشوش بس بعض، دول بس أنا دول أقصد كانوا مع بعض يعني. اتنين ايقونه اللي الناس دايما تقعد تقارن ان هو بص بيلي عمل ايه وكم كاس عالم ومش عارف ايه، بص مارادونا عمل يعني لحد شوف ما انت نفس علشان فكرة. برضو تسهل على نفسك الموضوع، انت ايا كان مين هيعمل البست 11 في التاريخ الاتنين موجودين فيه، ده اكيد. ولو مش دي حاطط حقيقة. واحد من الاتنين تبقى عندك مشكلة او راجل دي بايظ حقيقة يعني. بصراحه. يبقى نحط يمين ميسي، شمال رونالدو، وسترايكر تيري اونري. انا اي فريق ما فيهوش ار9 فينومينو، بس اقول لك يعني فريق ما عشان بيلعبش تيري أونري، كورة. بس الفينومينا فينومينا لا، ده بس- بجد يا جماعة مش هيجي زيه. بلا يعني ميسي بقى برا. لا، لا، لا. عمر جلال دلوقتي يطلع يقول لك رونالدينيو مش مشكله. اونربل مش عاشق رونالدو بالمنش، اي حاجة تتزني فيها لا، ارميها عامة بس- في الشوت بس اوت. الكوبا كان حلو، وشفنا يعني حاسس ان احنا آه. شفنا نهاية ميسي ورونالدو في الانترناشونال كارير. حتى لو حد فيهم لعب بطولة تانية مش حاسس ان هم هيبقى ليهم تأثير قوي. ودي حاجة بتستاهل ان احنا نقف عليها كده وبس نقول يعني الف شكرا مبروك يعني شاوت صراحة. اوت ليونيل ميسي لو بتتفرج على البرنامج. اعمل شير ولايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. ويعني على ذكر بقى الناس اللي بتخلص كوره، فدي ماريا امبارح الراجل تعب آخر جدا ماتش. جدا. بصراحة. هو خلاص اعتزل دولي زيه زي توماس مولر اللي اعتزل دولي، حقيقي. وطبعا قلنا بقى كروس اللي اعتزل الكوره اصلا، وتياجو الكانتارا اللي اعتزل الكوره. فالكوره السنه دي خسرت لعيبه كتيره سواء على الدولي. عارف ايه الحزين بس في الموضوع؟ ان انا شفت بدايات اللعيبه دي كلها، فعجزت نفسك يعني، حاسس ان انت يعني ما ده العجيب فاهم. عارف يعني انا مولر مولر بدأ ده من شفته إمتى؟ وهو بيعمل الديبيو، 2010 ودلوقتي بشوفه وهو بيعتزل. وكروس نفس القصه، شفته وهو بيلعب اول يعني حضرت اول ماتش ليه ليفركوزن في أصلاً. في كاريره يعني. ايوه، فالموضوع ده مرعب. مش عارف الواحد بيكبر ولا هم انا اصلا ميسي لغايه دلوقتي انا مش فاهم ان هو كبر وبيعتزل. الموضوع ده مضايقني شويه. سبحان الله. اصل هو يعني بدا يلعب كورونا كبير يعني. لا بس نهاية حلوة لميسي أكيد، طبعا. ونهاية مأساوية لرونالدو. مش بس مأساوية ولا حاجه، ما يمكن ياخد كاس العالم. أتمنى عشان مش واسع هتحصل شوية بس يعني مش طبعا. كأس أتمنى. العالم الجاي في أمريكا وكندا والمكسيك. طب ممكن نتكلم سريعا قوي عن نتكلم. سوء التنظيم بتاع بطولة كوبا أمريكا دي. زي الضرب والعشواء مبدئيا بتاعت امبارح ده قبل الماتش. والله العظيم. الماتش يعني امبارح اتأجل ساعة معرفش انت وربع. شفت فيديوهات ولا لا؟ الناس بتخش من جوه بتخش من جوه المواسير بتاعت التهوية وكسروا البوابات عادي. وبتاع لا، كانت حاجة. يعني أنا بيتهيألي برضو الأمريكان ما كانوش مستوعبين مدى حجم العربجة بتاعت ماتش كورة. يعني هما متعودين على الجمهور برضو اللي رايح ياكل هوت دوج ويتفرج على السوبر بول. والله العظيم. فمش فاهمين بقى ان في ناس بتنط سوار وبتكسر حاجات برجلها علشان تدخل ماتش انا مش عارف هل جزء التنظيم ده كان من الكون بول نفسه لا بيتهيألي الاستادات مش مؤهله ان هي لا، بس تهندل الاستادات دي بتستحمل اعداد كبيره بس أقول لك جدا على حاجة. الماتشات بس ان التدافع وكده دي حاجه محتاجه اللي هو اللي حصينا عندنا في مصر والخرزانه. والله العظيم شغل المعيز ده هو ده اللي بياكل. بص انا مستغرب حاجتين الصراحه. 2 مدربين طلعوا اتكلموا عن تنظيم وكده. مبدئيا جيسي مارش طلع قال لك احنا بنتعامل معامله دول عالم تاني. معامله درجه تانية. معامله درجه تانية. تمام. بس يعني هنفوتها. هو الفكره اوحش حاجه في الموضوع ده كان ان هما معظم الاستادات دي ترتان نجيله صناعي. نجيله صناعي فنجيله زي فقال لك جم قال لك احنا مش هنلعب على نجيله صناعي. بالظبط. ففي ماتشات حطوا النجيله الطبيعيه قبل الماتش ب3 ايام، قبل البطوله ب3 ايام. ما هي دي بقى عشان ده دي اللي بيلسا كان بيتكلم عليها بالظبط. انه بيقول لك في ساعات كور بسبب ان النجيله مش ماسكه مع بعض. الكوره جوه البوكس بتلاقيها بتنط يعني. دي حاجه مش فضيحه مش بصراحه. فضيحه. لو عملوا كده في كاس العالم تبقى مصيبه. لا قبل كاس العالم هم بالتالي هم اتعلموا كتير قوي في البطوله دي، او هوبفلي يعني يكونوا اتعلموا كتير قوي في البطوله دي، فما بيبقاش فيه المشاكل دي. واعتقد دي بطوله
ناس كتير قوي اتفرجت عليها. وعندهم كمان كاس العالم بتاع الانديه، كاس العالم الانديه اللي الصيف جاي، اللي هو مش ده اللي بعده، وده اللي هو 32 فريق بالفورمات بالظبط. الجديد، فبرضه مجاميع مختلف. وبتاع، ممكن هنشوف برضه يعني. هيبقى تجربه تانية قبل ما ينظموا كاس العالم. بالظبط. في نفس الوقت بس نتكلم سريعا عن منتخب كندا، ان خش هو يا باشا على عمل كندا. مفاجاه مرعبه. كندا بيلعبوا كوره، ودي حاجه برضو يعني لو نقدر نرفلكت على الكوره عندنا في مصر يا جماعه، دي فرق يعني. كندا يا جماعه ما لهاش في الكوره يعني ما لعبتش كوره طول عمرها، والناس هنا بجد ما بتتفرجش على كوره. احنا زي ما قلنا قبل كده كذا مره، احنا عايشين في كندا، الناس ما تعرفش الكوره وما بتتابعهاش، وعاملين مشروع من الصفر من كام سنه، واديك شايف بيروحوا يوصلوا ان هم يلعبوا السيمي فاينل ومركز ثالث ورابع، ويقدموا كوره حلوه، مش بس ان هم يوصلوا هناك. كندا بتلعب حلو. فده يقول لك ان لو عايزين نحلها ويبقى عندنا دنيا ويبقى عندنا كوره ونعرف نوصل ونعمل حاجات وبتاع، الموضوع مش اكتر حاجه معقده في العالم، ليها سيستم وينفع تدرس وينفع يتعمل بروجكت في خلال حرفيا 10 سنين يديك منتج تقدر تنافس بيه وتلعب بيه كوره بجد نظيفه. فبس ده اللي انا كنت عايز اقوله، لان انا بقعد ارفلكت كتير قوي او ابص لها من عين ان هو احنا ممكن نتعلم كتير قوي للاسف. يعني شوف احنا الكوره عندنا في مصر قديمه قد ايه، بس احنا بجد محتاجين نبدا نتعلم من الناس اللي بنت كوره من الصفر، لان احنا حاليا في الصفر. فاحنا محتاجين نبص للمنتخبات دي اللي هي عملت مشروع، والمشروع ده نجح ووصلهم لحته كويسه. بس ده اللي انا كنت عايز اقوله. عفى الله مساء. قصة كندا عموما قصة يعني عاطفية جدا. غير ان هي عاطفية، هم يعني جابوا جيسي مارش اللي هو كان من المرشحين ان هو يبقى مدربين بتوع منتخب امريكا، وتعامل بطريقة وحشة جدا في البطولة. يعني في موضوع ان هم بيختاروا المدرب، عملوه بطريقة وحشة لدرجة ان هو انسحب من الموضوع كله وقفش عليهم جدا. جدا. ما كنتش اعرف المعلومه دي. لا قفش عليهم جدا، وخدوا جريج بيرهالتر ده بقى اللي خيش الدنيا خالص، وبعديها اترفد بعد البطولة دي، وراح بقى تقريبا يعني انا اتوقع ان هو عندنا في امريكا مسك كندا، والاكبر 3 انديه في كندا بيساهموا في المرتب بتاعه عشان يحيي الكره الكنديه، ووصل سيمي فاينل، واعتقد وامريكا على يعني. ارضها. طب هو انتوا خيشت لاحظتوا حاجه جامد بس جدا. في الماتش بتاع كندا بتاع يوم السبت، ان ده كان ديربي ليدز. بيلسا وجيسي مارش بيلعب جيسي مارش اللي جه مكانه. صح. فيمكن عشان كده كان بيلسا واخدها جد. بس جيسي مارش برضه كان مريح اللعيبه في اول الشوط. الشوط الاول كندا لعبت حلو قوي. احنا بنتكلم على اوروجواي المرشحه ان هي تكسب البطوله، ولعب ونزلوا بالاساسي، وكندا كانت بتلعب من غير الفونسو ديفيز، من غير اسامي كبيره عندها. صح. عملوا ماتش حلو قوي. لا انا انبسطت عامه بالكوبا والله العظيم. بحس ان الكوبا دي بطوله حقيقيه، يعني هم بيلعبوا كرة شارع وبيلعبوها بجد في البطولة. والله العظيم عاملة زي افريقيا كده. عارف افريقيا بيبقى فيها ازمات شبيهة بافريقيا، اللي هو فاهم لعيبة مش مقيدة، مش استادات بيقطع فيها الكهرباء يعني. في لقطات كده، او مثلا بس بيلعبوا في امريكا يعني، بس مش مشكلة. امريكا تعتبر بس هي المشاكل اللي موجودة في الكوبا هي المشاكل اللي موجودة في امريكا اللاتينية، فالموضوع عبقري يعني. صح. ويعني ده كده نهاية الكرة الكندية السنة دي. ان احنا الMLS بقى شغال وملوش دعوه بالهبل ده عادي. زي هو والدوري المصري بينافسوا بعض، بس يعني الدوري المصري الموسم اللي ما بيخلصش يعني. بس بما اننا بنقول دوري مصري برضو، فهنحلي سريعا، او انا شخصيا انا اللي هحلي لوحدي يعني. الاهلي قادم للصدارة تاني، عشان الناس اللي بتشكك ويقول لك احنا بيراميدز ومش بيراميدز، بعيدا يعني عن اللي حصل في الماتش وضربة الجزاء ولا مش ضربة الجزاء. الاهلي كسب 3-2 يعني. انا بس عشان انا نفسي والله مسدودة، فمش قادر اتخانق معاك. بس عادي، صباح الفل، الف مبروك يا عم، خدوا الدوري. دوري السنافر ده ما يلزمش حد في حاجة اصلا. الموضوع بقى ممل. ودي كانت اخر حاجة كالعادة يعني. احنا كنا عايزين نقول على حاجات انتقالات، بس احنا يعني بس هنعمل لها بقى. احنا خلاص اليورو خلص والكوبا امريكا خلص، والدوري الانجليزي قدامه شهر، واحنا روحنا هترجع تاني عشان الدوري الانجليزي بيرجع الروح كده لما بترجع. هنبدأ بقى نتكلم عن الانتقالات والحاجات، والدنيا هتبدأ تسخن غالبا بعد اليورو. هتلاقي بقى تغييرات جديد اوريدي، شفنا الانتقالات هتحصل، وهنبدأ نتكلم عن فرق مثلا ايه يعني، سواء في الدوري الانجليزي او من الدوريات الكبيرة برضو، مين الفرق اللي ناقصها، مين لعيبة، طب جابوا مين مكانهم، مين اللي هيعوض غياب حد او كده يعني.
هنبدا نركز على فرق اكتر يعني. ف ده جزء من اللي الخطة جاي بتاعتنا الفتره الجايه. الجاية. وخليكم معانا في حلقات جديده مع كورة كافيه، ونعمل شاوت اوتس. عندنا كام شاوت اوت. انا بس هدي شاوت اوت لكابتن هيثم العودة، حبيبنا واخونا، علشان اتسرق منه في اخر لحظة كده الفانتسي. فكان الموضوع وبعدين مش اول مرة تحصل فيه يعني. فانتسي اليورو اللي فاتت عمر كابتن لوك شو سرق منه الدوري في اخر دقيقة. يعني المشكلة تقريبا في الليفت باك برضو امير سرقها منه بكوكوريا. فالله يكون في العون، وبركز على الليفت باك هيثم علشان واضح ان الحتة دي عندنا فيها مشكلة يعني. هارد لك هيثم واحمد جوزيف طبعا قلنا هنعمل له شاوت اوت. الراجل الكسبان اديله واحدة. مبروك احمد جوزيف. تامر رضوان بقى خسر برضو الفانتسي في اخر اسبوع يعني. هما كان في رايفلي كده، بس ارقامهم حلوه على فكره، احسن مننا بكتير يعني. احنا بيلعبوا فوق قوي عليكم يعني. فدول كانوا عمالين بينافسوا بعض، وفي اخر اسبوع خدها. فبرضه نديله شاوت اوت. على فكره كنت قايل له ان هو ليه عندنا كونفيتي. معلش احمد، بس هديله واحده كونفيتي بتاعتك هي تم. فقلت له هبقى احطها لك في اي حاجه كده. بس ده كل حاجه عندنا. عندك شاوت اوت؟ لا. طب تمام. لا خلاص حلال يعني. عادي يعني. عمري ما استنيت منك شاوت اوت. ومتنسوش يا جماعه شير، لايك، سبسكرايب، فعلوا زر الجرس. يا ريت استنونا في حلقه جديده. سلام. سلام. سلام.